نروح برضو لتصريحات من لعيبه سياتل قبل مواجهه النادي الاهلي. نتابع مع حضراتكم حارس مرمى الفريق وظهير ايمن الفريق. شاهدنا مباراة الأهلي وأوكلاند كاملة، ونعرف أن الأهلي له خبرة كبيرة في كأس العالم للأندية وما يمكن أن يفعله في هذه البطولة. فريق أوكلاند بذل مجهودا كبيرا وأظهر لنا أن الأهلي فريق قوي. صحيح أوكلاند حاول أن يلعب على بعض الهجمات المرتدة ولكنهم لم يفلحوا. أحب أن أقول أن فريقنا يتميز بالدفاع القوي، ويكون من الصعب اختراقه ومن الصعب أن يسجل الأهلي فينا أي أهداف. نحن نستعد لخوض مباراة قوية، وأعتقد أننا سنحاول التغلب على الأهلي من خلال الهجمات المرتدة، ونحن لا نفكر إلا في مباراة الأهلي في الوقت الحالي، ولا يشغلنا مواجهة ريال مدريد أم لا. علينا أن نركز مع الأهلي لأن الأهلي فريق له خبرة كبيرة جدا في هذه البطولة، وحصل على المركز الثالث 3 مرات. أما نحن فهذه هي أول مرة لنا في نشارك في هذه البطولة الكبيرة، وإذا استطعنا أن نتخطى الأهلي فسنكون محظوظين إلى حد كبير، وبالتالي سنواجه ريال مدريد. وأنا شخصيا واجهت ريال مدريد من قبل ولكن في مباريات ودية. نحن بالفعل لدينا الرغبة في تحقيق الفوز على الأهلي حتى نواجه ريال مدريد، لأنه شرف كبير جدا ويمكننا من خلاله إظهار قدراتنا كفريق كبير أمام منافس كبير جدا. الأهلي دائما يتميز بالقوة في 20 دقيقة الأولى التي يحاول دائما أن يفرض فيها كلمته في المباراة، وهذا ما فعلوه أمام فريق أوكلاند، حيث سيطر الأهلي على المباراة منذ بدايتها وتحكم في إيقاع اللعب إلى أن سجل الأهلي الهدف في لحظة من قلة تركيز فريق أوكلاند مع نهاية الشوط الأول. وهذا يعطينا درسا كبيرا في أننا لا نفقد تركيزنا أبدا في أي لحظة من المباراة، وعلينا أن نلعب بثقة ونظهر قواتنا أمام النادي الأهلي، وسنسعى لعدم ارتكاب أي أخطاء يستغلها فريق الأهلي في إحراز أهداف. نحن نعرف أن الأهلي فريق كبير جدا ويضم لاعبين رائعين لديهم القدرة في اللعب بين الخطوط، والمهاجمون يتميزون بحركات ذكية خلف المدافعين ويستطيعون استغلال كل الكرات المرسلة إليهم، وخاصة الكرات العرضية الدقيقة التي تلعب من على الأجناب. كما أن خط دفاع الأهلي صلب وذكي ولديهم شجاعة كبيرة في مواجهة المنافس. وبشكل عام أرى أن الأهلي فريق قوي مليء باللاعبين الموهوبين، وبالتالي علينا أن نجعل المباراة صعبة عليهم.